السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شباب. اللي لسه ما عملش لايك ولا سبسكرايب، عندك السبسكرايب وعندك اللايك، واديني كومنت بقى يا معلم، فجر لي الحلقه ديت عشان نبدا. يلا بينا نبدا الحلقه. في بدايه الحلقه هنصلي ونسلم على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نخش على اخبارنا. يلا بقى. بنبارك طبعا للنادي الاهلي الفوز على سنديب بنتيجه 1-0 خارج الديار بهدف اليو ديانج الدبابه الماليه، ربنا يبارك لنا فيه يا رب. طبعا جمهور نادي الزمالك من اول امبارح وفي حاله غليان وحاله حرقان جامد جدا جدا من النادي الاهلي، ولان مؤسسه سوكر بعتت لكابتن الخطيب وعمل هديه خاصه للنادي الاهلي. بص يا سيدي اقول لك على حاجه، جمهور الصفوه اللي هم بيسموا نفسهم الصفوه، هسالك 4-5 حاجات. اولا يعني اول سؤال، انت بتنافسني في الارقام؟ طب انت كعبك عالي عليا؟ طب انت رحت مسابقه او لعبت بطوله انا ما لعبتهاش؟ طب انت محقق رقم قياسي انا ما حققتوش؟ بص بقى يا معلم، انا اكتر نادي عامل ارقام قياسيه في دوري الابطال، اللي انت السنه اللي فاتت قلت انا مش عايز الدوري لان الدوري معروف بمجامله الحكام بياخدوا النادي الاهلي، بالرغم ان انت اخدت الدوري سنه 2015 وكان بالنسبه لك انجاز عظيم، بالرغم ان انت بتقول ان الدوري مش بتاعك، وفي كل مناسبه بتطلع بتقول الاهلي الحكام بتجامله عشان ياخد البطوله. بص يا سيدي، انت 2015 اتكلمت على اساس يعني ان 2015 ديت كانت العداله التحكيميه في الدنيا كلها، وبعد كده ما اتحققتش العداله التحكيميه في الدنيا. على فكره انت اكتر فريق اخد ركلات جزاء. الفريق ده والجمهور ده يا جماعه، بص الجمهور ده بيتكلم في حاجتين، لو خسر يبقى الحكام، لو كسب يبقى عداله تحكيميه. انت في سنه 2015 لما خدت الدوري قلت ايه؟ 10 سنين قدام ويا ترى من يعيش ويشوف النادي الاهلي بياخد الدوري تاني. تمام، خدناه السنه اللي بعدها على طول وانت ما شفتوش لمده 6 سنين او 5 سنين، ان شاء الله 6 سنين مش هتشوفه باذن الله يعني. طلعت اتكلمت بقى لما الاهلي كسبك في 2015 وقلت ايه؟ انا مش مشكله الاهلي يكسبني بس ناخد الدوري، يا رب الاهلي يكسبني كل سنه بس ناخد الدوري. ونفس الكلام متناقض بقى السنه دي، انا كسبت بطل الدوري يبقى انا خدت الدوري، لولا التحكيم والفجر التحكيمي انا كان زماني فين؟ كاسب الاهلي واخد الدوري. تمام، هو النادي وهو الجمهور، جمهور الصفوه اللي بيقول ان انا مش ماليش دعوه بالدوري وهنتفرغ للبطوله الافريقيه. خدناها منك البطوله الافريقيه، طلعت في البطوله الافريقيه وقلت اتكلمت وقلت ان انا كنت بنلعب احسن من النادي الاهلي، انت كنت بتلعب احسن من النادي الاهلي والنادي الاهلي كسب بالحظ. تمام، طب يا سيدي في ماتش الدوري اللي قبل منه على طول برضه يعني الاهلي كان هو المستحوذ وانت كسبت. المشكله الاستحواذ اهم حاجه الفوز. طب ما انا استحوذت، لا اهم حاجه الاستحواذ مش الفوز يا عم. طب انت تجي لي كده، نجي لك كده في الاستفتاء اللي هي كان عاملاه مجموعه سكر ديت، الناس كلها داخله تصوت للانديه اللي من عندها، اللي هم يعني ايه، مثلا ريال مدريد من اسبانيا ومعاه بايرن ميونخ ومعاه الفرق دي كلها، كل الناس داخله تدي الفرق، تدي للناس اللي هي من بلدها، الا انت الجمهور الوحيد اللي فضلت سهران طول اليوم دوت وفضلت تتعب طول اليوم ودخلت على مواقع التواصل وبهدلت الدنيا كلها وصوتت ضد النادي الاهلي. تمام، والنادي الاهلي طلع الثاني، يعني وسط الانديه العالميه احنا الثاني. انت فين؟ انت فين من وسط الناس ديت؟ احنا الثاني عالميا، احنا بعد ريال مدريد. شرف لينا ان احنا طبعا بننافس ريال مدريد على احسن نادي. هوب يا معلم، مجموعه سكر راحت جايه بعته لكابتن محمود الخطيب عشان الاهلي اكتر نادي اخذ بطولات في افريقيا. يا نهار اسود، ايه الناس دي؟ الدنيا كلها بتجاملهم يا جدعان، طب نعمل ايه؟ ويطلع صفحات نادي الزمالك اللي بتاكد ان هم ادوا ريال مدريد ويقول يا ريتنا ما كنا ادينا ريال مدريد وكنا تعبنا نفسنا وما كناش اصلا دخلنا التصويت طالما احنا كده كده عارفين ان النادي الاهلي هياخد بطوله. طب يا عم انت بتفكر ازاي؟ انت في مره لا نبقى ايد واحده بقى، ولو الاهلي لعب انا مش هشجع الاهلي. وشوقي سعيد لما طلع قال لك لا ده انا هشجع اسرائيل لو هتلاعب الاهلي. طب يا عم دي مشكلتك انت حر فيها. يطلع يقول لك خلي بالك النادي الاهلي ما حدش بيحبه. ما حدش بيحب مين؟ ده نص اللعيبه اللي جايه نادي الاهلي، اللعيبه الجداد دول نصهم او اكتر من نصهم جايين بالحب، انت لما جيت تتعاقد مع عمر جابر ابنك ما رضاش يتنازل عن جنيه ليك. احنا الشحات عندنا سب نص فلوسه، وطبعا كلنا عارفين يعني فلوس الخليج وعارفين يعني ايه رعايه في الخليج. انت لما تيجي تتكلم مع جمهور النادي الاهلي تتكلم على قد عقليتك. اولا انت مش منافس ليا، الاعلام هو اللي عملك قطب ليا تاني، انت مش منافس ليا اصلا، الفرق كبير جدا بيني وبينك. انا النهارده بنحقق الرقم القياسي اللي انا بعمله، يعني انا كسرت رقم قياسي انا عامله. انا فزت للمره ال40 في بطوله دوري افريقيا خارج الديار وما حصلتش قبل كده، وانا صاحب الرقم القديم، يعني انا صاحب الرقم القديم اللي هو 39 وانا السنه ده اللي بنكسره 40. انا على الاقل عندي 10 او 11 رقم قياسي في بطوله الدوري، دوري ابطال افريقيا، دوري مصر، ده الارقام القياسيه كلها بتاعتي. انا عامل رقم قياسي لسه اول امبارح اللي هو القريه ممكن، انا الفريق
الوحيد اللي سجل 36 جون في مسابقه واحده. انت عملت ايه؟ طيب انت رحت بطوله انا ما رحتهاش، انا الفريق الوحيد في مصر اللي اخدت المركز الرابع كاس العالم للانديه، اللي انت اصلا ما رحتوش، اللي انت كل سنه عايز تروحه بتحصل مشكله، اللي انت ما فيش غير مره واحده اللي كنت عايز تروح واتلغى. غير كده انت ما رحتش كاس العالم اصلا، ما هوبتش هناك، ما رحتش اتدربت اصلا في اليابان، ما خدتش شنطتك كده ورحت على اليابان. انا ما شفتكش لعبت في بطوله احنا ما لعبناش فيها، ما شفتكش في سنه كسبتني وخدت البطوله. يعني انت بتكسبني تحصيل حاصل، لكن ان انت تكسبني وتاخد مني بطوله انا ما شفتش نادي الزمالك عامل كده. انت كجمهور ايه مدى الكره ليك قوي قوي كده لدرجه ان انت كاره ان انا نبقى احسن منك او ان انا نبقى احسن من غيرك؟ انا بالطبع احسن منك. على فكره يا جماعه مش بنتكلم على جمهور نادي الزمالك ككل، انا بنتكلم على عينه معينه، الناس المعينه اللي طلعت تحارب في النادي الاهلي بقى لها كام يوم. الناس ديت اللي طلعت تقول لا وازاي والتنمر وما ينفعش التنمر، هم نفس الجمهور اللي بيهاجم شوبير، هم نفس الجمهور اللي بيهاجم كابتن شوبير. مفيش تنمر، هم بالنسبه لهم عادي. احمد سمير برضه اتنمروا عليه بس عادي عدت، لكن شيكابالا ده الاسطوره بتاعتنا. تخيل جمهور عامل الاسطوره بتاعته شيكابالا في ظل وجود حازم امام وحسن شحاته وعمرو زكي نفسه والناس دي. تخيل معايا وبيسموا نفسهم الصح. بص يا عمي، قصه التنمر ما تتكلمش فيها لان انت اللي اخترعت موضوع التنمر. عدي بقى المراحل دي، اسطواناتك كلها محفوظه. شفت من بدايه الدوري تحكيمي، الدوري كذا الدوري كذا. طب ما انت متعادل، طب ما تلعب لعب رجوله. انت عندك لعيبه جاهزه في كل مكان، ليه ما تبقاش انت احسن من النادي الاهلي؟ ايه المشكله؟ هو انت ليه دايما بتحارب عشان تهده؟ ليه ما بتحاربش تبقى احسن منه؟ جماهيرك دي العقليه بتاعتهم. النادي الاهلي بينافس حاجه لا لازم نوقعوه. انا ممكن ندي ريال مدريد، ممكن ندي الليفر، ممكن ندي البايرن، ممكن ندي لاي نادي في الدنيا الا النادي الاهلي زي ما نديلوش. طب ليه؟ ما تديلوش؟ ايه مدى الكره اللي انت فيه دوت؟ الامن بيأجل مباراه 28 هوب على طول بقى يا معلم. كل الصفحات الرياضيه الزملكاويه طلعت تهاجم، واحنا عارفين ان هو بيأجل عشان مين ومش عشان مين. يا جماعه من مصادر موثوق منها المباراه متأجله بسبب تداعيات امنيه، بسبب الامن، بسبب ان يوم 28 دوت بيبقى فيه احتفالات كريسماس، احتفالات راس السنه. مش عايزين نخش في مهاترات. النادي الاهلي ايه من مصلحته ان هو يتأجل؟ على فكره النادي الاهلي كان بيجهز ان هو هيلعب المباراه. ايه المشكله؟ مباراه زي المباراه. قدر يا سيدي ان احنا في الدوري لو انت بتحسبها بالعقل كده، لو انت بتحسبها بالعقل يعني عقلك دوت، اتحاد الكوره اجل صالح النادي الاهلي ليه؟ دول يعني المباراه الثالثه ليه في الدوري، لو خسرناها ايه المشكله؟ خلي الكلام ده في الحاجات المباريات الفاصله. دايما انت حاسس انت كجمهور نادي الزمالك ان انت مظلوم في كل البطولات. بطوله كاس مصر انت مظلوم فيها، بطوله الدوري انت مظلوم فيها، دوري الابطال انت مظلوم فيها، لو رحت الكونفدراليه هتبقى مظلوم فيها. هو مين اللي عايز يظلمك؟ مين هدفك؟ قول لنا يا عم على هدفك. مين هدفك انت كنادي وعايز يظلمك وجمهورك هيمشي وراه؟ الجمهور اللي هو الصفوه زي ما بيقول على نفسه، الجمهور ده اللي اي كلمه تتكتب على الصفحات كله بيجري وراها، كله بيقولها، كله بيرددها من غير فهم. طلعوا طبعا اتكلموا الفتره اللي فاتت ديت عن هروب باجي واخد كام مليون وهرب والحكايات والروايات وما خلصناش. طب ما انت يا عمي تعالى لي كده قرب، شو الشومولونجو دوت ايه ظروفه؟ بوطيب جبته بكام مليون وسبته بقد ايه؟ بلاش بوطيب، خلينا في عيالنا. محمد عنتر انت جايبه في صفقه تقدر بكام وسايبه للمصري بكام؟ وبيطلع طبعا واحد من اداره نادي الزمالك وبيقول يا جماعه اللي كان بيدفع عقود اللعيبه ومرتبات اللعيبه هو تركي الشيخ. ما كنا احنا حرامية ساعات؟ ولا هو حلال ليك بقى وحرام علينا؟ ده واحد من الاداره جوه، من الاداره عندك، طالع بيقول ان اللي كان بيدفع للعيبه الراتب بتاعه هو تركي الشيخ، وتركي الشيخ مشي فلازم اللعيبه دي تتخفض الراتب بتاع اللعيبه دي تمشي. واحد من عندك من الاداره اطلع واتكلم، قول لي مين اللي بيهاجم؟ انت الجمهور، انت بتهاجم نفسك، انت كاره نفسك. بص مفيش حد ينكر في مصر كلها ان الانديه المصريه والناس اللي هم ماسكين انديه مصريه بيجي لهم اعانات، كله بيجي له اعانات. انت فكر الدوري بتاعك ده دوري؟ يعني انت لما تيجي تكسب 2.5 مليون مثلا، 2 مليون او 10 مليون، هو ده مبلغ بالنسبه للاعب اللي انت بتتعاقد معاه وبالنسبه للمرتبات اللي انت بتدفعها؟ انت دخلك من حاجات تانية. التبرعات دي طول عمر الانديه المصريه عايشه عليها، بس في تبرع يكسر نفسك بقى ويذلك وكل شويه يقول لك ده انا دافع. انا ما شفتش تركي الشيخ لحد دلوقتي طلع قال لك انا جبت اللعيب الفلاني اللي دلوقتي اللي انت بتتفشخر فيه ان هو جاب لك ساسي وجاب لك بن شرقي، بس دي مصالح متبادله ايه يا عم؟ مبادله ايه؟ ما تخليناش نهبوا عليك بقى. هات لي لعيب في الاهلي تركي الشيخ كان بيدفع مرتبه من جيبه، قول لي مثلا اللعيب الفلاني تركي الشيخ دفع مرتبه من جيبه، زي ساسي مثلا، زي طارق حامد، زي اللعيبه دي كلها، قول لي مين. استنانا في الحلقه الجايه، بس قبل ما استنى في الحلقه الجايه ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير واعمل لي كومنت يا معلم. هستنى ردودكم وهرد على كل كومنت هتكتبوه لي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.